عهد. الله، ايه الاسامي الحلوه دي؟ قولي يا ام عهد. السلام عليكم. عهد اسم حلو قوي. عندها كام سنه؟ 13. ربي يبارك لك فيها. الله يبارك لك، الله يخليك. واموريني. انا بتكلم بخصوص الحلقه النهارده، الطلاق. يا فندم. انا حضرتك انا اتجوزت. يعني كان والدي متضايق من الجوازه، مش ابو عهد بقى، لا الجوازه تانية. كان متضايق من الجوازه التانية وحدث ان انا اتجوزته فعلا، وكنا عايشين كويسين مع ضغوطات من اهلي. وكان عشان يجوزهوني كتب شيكات على نفسه بملايين علشان ابويا يوافق. يعني ايه الملايين دي يا فندم؟ لا اسمع، الملايين دي ايه؟ كتب شيكات على نفسه. العريس يعني عشان احنا مش عايزينه ففرضنا عليه ملايين، فهو كتبها عشان عايز وشاري. بالظبط كده. بس هو ما معهوش 100,000. معهوش جنيه. ما معهوش جنيه وكتب. بالظبط كده. ودخلتي عليه. ودخلنا وكنا عايشين. قال جه يوم قال لك انا ندمان على اللي انا كتبته وبس انا كان نفسي فيكي يومين كده، لكن بالعكس لكن انت ما تسويش. بالعكس والله يا دكتور. 15,000. بالعكس يا دكتور. كان شاري قوي يعني. كان شاري وحاطط ولادي في عينيه، وكان يعني ونعم الاب ليهم فعلا يعني. بسم الله ما شاء الله. مع ضغوطات ومع ضغوطات اهلي وحرماني من الميراث وي بس انا اتجوزت برضه في بيتهم، ما اتجوزناش. لا لحظه بقى، يعني ضغوطات اهلك انت؟ طب مش هم رضيوا بالملايين اللي كتبها الواد؟ لا، ما هو يعني زي ما يكونوا ضحكوا عليه، اكتب واحنا هنوافق. كتب، طب لا ابوها برضه مش موافق وعايزين تتجوزوا بقى اتجوزوا. لا بس انتوا دخلتوا خلاص. دخلنا خلاص، بس حدث بقى بعد كده ان مع ضغوطاتهم. لا بقى معلش، عشان الحته دي مش هقدر اعديها ابدا، مش هقدر اعديها. احنا اتلم العسل على المانجا. بالظبط. واتقفل الباب بشرع ربنا. طبعا. ضغوطات ايه بقى اللي هتجيبيني النكد وهتخليني اسورق دلوقتي؟ انت كده هتخليني اسورق. اوعي تقولي لي انك اتطلقتي. ايوه. شفت بقى؟ ما تقوليليش بقى. معلش بقى، خلي عقلي انا معاكي. اتفضل. احنا اتفقنا الزغلول اتلم على الزغلوله. بالظبط. وكتبنا الملايين وانت بتضحكي اهوت، وضحكتي طبعا جوه اكتر، والواد قال يا ريتني كتبت مليارات يا روح قلبي يا اللي كنت غايبه عني. بالظبط كده. ايه بقى ضغوط ايه اللي هتدخل لكم الشباك؟ الاب ما مش عايز اشوفك. وولادي انا ابويا هو اللي بينفق عليهم، لان الزوج الاولاني ملوش دعوه، ما لا علاقه ليه. طب يا فندم، ما هو الاب بينفق على اولادك، ينفق ما يجراش حاجه، ده جدهم. انا بتكلم على الزغاليل يا هانم. الزغاليل انت والواد اللي كتب الملايين. ما انا بقول لحضرتك هو معهوش جنيه. كان بقى بيصرف عليا، واقول له يا ابويا انا مش عليا، يقول لي طلقي وتعالي وانا هرضى عنك. المهم انا بقالي سنه دلوقتي بعد الطلاق عرفت ان انا اتسرعت، وكانت الضغوطات عليا. انا يعني اتسرعتي لما اتجوزتي؟ لا، لما اتطلقت. ليه؟ اتسرعت لان انا رحت لابويا قلت له انا اكتشفت ان هو كان بيعرف بنات وانا كنت. انت قلت كده لبابا؟ لا، وانت هتقولي لبابا الكلام ده الا بعد ما تقوله له جوه؟ طب ما انت قلته له جوه اكيد. ما انا قلته له جوه. طيب وبعد ما قلته له جوه، ما هو ما عادش زغلول وزغلوله، ده بقى بكيزه وزغلول، بقى رايه وسكينه كده. ايوه، ما حاول. امال عماله تقولي لي وتوافقيني وانا بقول لك اتلم العسل على المانجا، وانتوا جوه منتهى السعاده بتقولي هنا وتقولي هنا. رسيني على بر. هي حدث بس مشكله واحده ورحت بس اشتغلت. قولي كده. يعني هي ليله عسل؟ لا، سنه عسل. ايه؟ عشنا سنه عسل. سنه؟ نعمه قوي. كان بيصرف فيها منين؟ من شغله. امال جنيه ما معهوش جنيه ازاي ما دام صاحب شغل؟ يعني مرتبه خلاص بيخلص في الشهر وخلاص، ما عندهوش يعني مصدر دخل تاني يعني. وانت عايزه حاجات ما كانش بيجيبها؟ لا والله الحمد لله كان بيجيب كل حاجه، بس انا بقول ساعه غضب ورحت لوالدتي قلت لها انا. ايوه بس انت استني بس، ما انت فتحتيها اهو بقى، قلت له بنات ومش بنات قبل ما تروحي لبابا وماما. بالظبط كده. طيب وبالتالي لما فتحتيه يبقى برضو اكتشفتي حاجات والعيشه بقت زي القطران. والله يا دكتور ده ما في حاجه تانية، والله العظيم ما في حاجه تانية. حاجه تانية ايه؟ أنا يعني ما فيش حاجه تانية اكتشفتها غير كده. ما هي اتسودت، هي دي شويه، ما دي اللي بتطلق كل ساعه.
ايوه، ما هي دي بقى انا قلت لحضرتك برضو المشكله مش في دي. انا بقالي سنه عايزه ارجع تاني، وعرفت ان انا اتسرعت واخطأت. ابويا قال لي والله يوم ما الطلاق ما تدلوش الشيكات، راح واخد الشيكات دي ورافعها عليه وحبسه الملايين بالملايين واتحبس. الصلاة عليه. الصلاة انا عايزه عليه. اعرف هل والدي عنده حق ان هو ومقاطعني بقاله سنه؟ يعني عشان عايزه ارجع لجوزي ليه وهو في السجن. ما هو بابا مفكر عشان انت ترجعي لازم هو يتنازل عن القضايا دي والواد يطلع. ما هو بالظبط كده. اه انا ابويا يعمل ليه كده وهو بيعرف ربنا؟ يعمل ليه كده وانا ما كل واحد بيعرف ربنا بطريقته. جايز ابوك له طريقه انا ما اعرفهاش وانت ما تعرفيهاش كمان. ما هو بابا لو هو اللي بيكلمني هيلبسني اجدع عمه ويقول لي واد صايع وهي خارجه ومعاها عيال. وعايز لحظه واحده هقول لك بابا كان هيقول لي ايه. بابا كان هيقول لي دي متطلقه ومعاها واد وبت ومحدش يعرف يربي العيال ولا ينفق عليها الا ابوها. اقول له مظبوط. يقول لي ولو قالت لي عايز ارجع لابو عهد وكذا كنت انا اللي اذبح روحي وارجعها عشان تعيش وتربي العيال. اقول له مظبوط. يقول لي حبه واد صايع. اقول له غلطانه. كل ما اقول لها بلاش وتهب فيا. اشترطت عليه شروط جامده عشان يقول ما حد الله ما بيننا وما بينكم وغور. اصر ومضى وحرقوا دمي وقعدوا يومين كويسين وجوني قالت لي ده بتاع نسوان وبنات. هيقول لي كده. هقول له ايه بقى؟ هقول له حاجه واحده وما زلت بقولها له طبعا. اللي راح يا حاج وما تتماداش في الظلم. هو خد بنتك بكلمه ربنا. غلطنا في الاختيار يا حاج. هي سيب يا حاج وقانون الشريعه يا حاج بيقول الثيب تعرب يا حاج. يعني لازم تقول اخده يابا. البنوته زي سلمى مبروك ما تقولش ولكن تتكسف كده تضحك كده بتاع تسكت. اعرف انا ان شاء الله لو عشت يعني بان هي موافقه على اللي ما يتسمى لو كان مش راجل صالح يعني. سكوت بيقولوا كده قبل الدنيا ما تتطور. ما هو دلوقتي العذراء دي لسانها بقى كده وتقول هو مين ده اللي يغرق. خلاص الدنيا اتغير. ما هو كده. ما هي دي لو عايزين ترجعوا الدنيا تاني هتلاقي العذراء دي اذنها صماتها سكوتها يعني. انما اللي سبق لها الجواز لازم تقول بحبه يا بابا كخه يا بابا. لازم تقول كده. لازم تعرب. فانا هقول لابوكي اعربت ابنتك وتزوجت بمن به خلل. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. هي دلوقتي حضرتك حنيتي للورور اللي جوه السجن. مش حنتي له كشخص ولكن كحنتي له لاشياء اخرى انت عارفاها وانا ما اقدرش اقولها على الهواء. فنفسك ترجعي له. لكن هو دلوقتي مسجون. ابوك يتقي الله فيه ويعرف انه هو الولد لا 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 عليه ملايين ولا حاجه وانما عمل ده ارضاء يعني حبر على ورق يعني حاجات صوريه. فخلاص انتهينا على كده. تتقطع تتنيل المحامين يشوفوا شغلهم والواد ينطلق بحريته الى عمل اخر. ولو اثبت مع الايام انه كفء ليكي وانت ما كنتيش ساعتها اتجوزتي يبقى في هذه الحاله ممكن ترجعوا قوي. لكن حبينا بعضينا. انا بقول كل يوم المعنى المفقود للحب مش موجود عندنا. احنا عندنا كله رغبه. كله حلو قوي. كله الله عسول. احنا ده مش حب. دي رغبه جنسيه جامحه بس ما بين الراجل وما بين الست. عايزين نفضها في الحلال بدل ما نفضها في الحرام. لكن لا في حاجه هتوجعنا لما نعمل ولا في مبادئ ولا في مقتضى الحب ولا في رقاء ولا اطلاق. حتى اللي عمله ده تهور انه يمضي على ملايين وهو كما تقولين ما معهوش جنيه. ده منتهى التهور. معانا محاسن محمود. اتفضل يا حود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ الله يسترك. في سؤالين بعد اذنك ممكن؟ اتفضل. يزيد فضلك فضلك الله. بالنسبه انا كنت شايل مبلغ في البنك. بقى شايل مبلغ في البنك. في البنك نعم. فاتصلوا عليا وقالوا ان انت كسبت مثلا جائزه قيمتها مبلغ يعني. يعني السؤال الاولاني على جائزه البنك يا محمود والسؤال الثاني
طيب تاني في شيخ جاء على قناه من معلش والنبي لا تجيب لي شيخ ولا شيخه، انا هقول لك كلمتي وانت ارميها في البحر لو مش عاجباك. السؤال الثاني. طيب ماشي يا دكتور. هم بيقولوا بدله الرقص اللي لابسها الراقصه افضل من اللي لابسه خيمه، ده على المطار. بدله الرقص ايه يا حبيبي مالها؟ افضل من اللي لابسه خيمه. افضل من اللي لابسه خيمه؟ ده على بهدوء شديد جدا، مش افضل. بس خلاص، ده بيقول افضل، انا برد اقول مش افضل. طب يا ريت تجاوبني على بتاع البنك. هقول لحضرتك بس لحظه واحده. اتفضل. اللي لابسه خيمه افضل. نعم. هم قالوا ديكها افضل طبعا. انا برد على حضرتك واقول لك مش افضل، ولا في داعي لا الكلام كتير ولا لحاجات هتطلعنا عن السياق وعن الدنيا الجميله. الله يكرمك. الله يكرمك. اما جائزه البنك يا محمود ما فيهاش حاجه